شكلنا كده يا جماعه هنفضل مكملين في فيديوهات الحلقه الواحده لسوء الاحوال الجويه، واحنا في العادي اصلا بنبقى مفرهدين، ووقفه المطبخ يا جماعه بتفرهد اكتر، فانا قررت مش هقف في المطبخ غير نص ساعه بس. فسلقت بقى شويه مكرونه، وانا كان عندي فراخ بانيه قطعتها مكعبات زي ما انتم شايفينها كده، وشوحتها مع حته زبده وشويه ولما خدت لها تشويحه خفيفه كده نزلت عليها بشويه بهارات، طبعا هكتبها لكم تحت الفيديو، وشويه بقى من الصويا صوص، وطبعا ماسترد عشان مع الفراخ بتبقى جامده، واديتهم بقى تقلبتين حلوين مع بعض. وكان عندي صوص سيراتشا يا جماعه انا بحبه جدا فحطيت شويه، بس هي حاجه اختياريه جدا، ممكن تحطوا معلقه من الكاتشب مثلا. وبعد بقى كل الكلام ده نزلت بشويه بصل وفلفل وكمان معلقه صغيره من الثوم مع شويه ميه صغيرين، واقلبوا كل ده مع بعضه. وانا كنت محضره كوبايه لبن عليها معلقه من الدقيق ونزلتها على كل ده، وانا عايزاكم يا جماعه الخليط ده ما يبقاش تقيل قوي يعني. المهم كان عندي جبنه يا جماعه فما استخسرتش، حطيت جبنه موتزاريلا وكمان جبنه تشيدر. هوبا تقلبتين يا جماعه، وبعدين نزلت بالمكرونه، وانا ما تخيلتش ان هي تكبر حجمها للدرجه دي يعني. انا لما كنت شايفاها في الباكت كانت اصغر من كده، بس ما علينا، قلت استغلها بدل ما تضيع. ورشيت لي